السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تشاهدوا الفيديو حتى للاخير، وما تنساوش تخليو لنا اشتراكاتكم للقناه وتفعلوا لي هذاك الجرس باش يلحقكم جديد وصفاتي. جبت لكم حبيباتي اليوم واحد البريوش ما شاء الله، يجي قطني ويجي خفيف ويجي ما شاء الله بزاف هايل، والبنه تاعو ما شاء الله. يعني هذا البريوش راح يجيكم من اروع ما يكون. غير يعني تبعوا الخطوات خطوة بخطوة وأكيد راحين تنجحوا فيه. وبالخصوص للمبتدئات، يعني ديما أنا الوصفات تاعي اللي نحطهم راح نحطهم لكم. يعني بالخصوص للمبتدئات، يعني هما اللي يهبوا يدخلوا للكوزينة، نقول لكم غير دخلوا واتكلوا على ربي وابداو في الخطوة الأولى. راح نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وراح نبداو في التحضير تاع هذا البريوش. أنا في هذا الريسيبي وحطيت كاس تاع الحليب ونص كاس، زدت عليه نص كاس تاع الماء كما راكم تشوفوا ناقص إصبع، وضفته في ريسيبيو. كما راكم تشوفوا البنات، يعني الحليب وهذاك الماء يكونوا دافيين باش تكونوا يعني في علمكم. هنايا البنات زدت مغرفه نتاع الخميره الفوريه تاع الخبز، وزدت ضفت 3 مغارف نتاع السكر وبياض حبه نتاع البيض. كما راكم تشوفوا البنات، انا في هذا الكاس انا كيلت يعني يقيس نص كاس نتاع الزيت، يعني نص كاس مش كامل نص كاس، يعني تقريبا ربع كاس نتاع الزيت. يعني زيت غير شويه، يعني قيس اصبع زيت شويه. فرغته في الخليط نتاعي خلطتهم بالفوي كما راكم تشوفوا البنات. هذا البريوش راح يجيكم من اروع ما يكون، يجيكم خفيف، يجيكم ما شاء الله. يعني بالخصوص هذا البريوش راح يليق بزاف للنجاحات تاع وليداتكم. اذا حبيتوا ديروها راح نعطي لكم واحد الافكار هايله هايله. اذا حبيتوا عفوا، خليني نكمل لكم الوصفه ومن بعد نقول لكم الاقتراحات تاعي اللي راح نقترحهم عليكم في هذا الفيديو. المهم البنات، كنت ضفت ثاني كميه مليحه نتاع مبشور البرتقال، راح يعطي له بنه على بنه. وضفت الفرينه تاعي، وزدت ضفت مغرفه كبيره نتاع الملح. انا الملح تاعي راه شويه ناقصه البنات، ما يملحش مليح. ضفت مغرفه كبيره نتاع الملح، وانتم كون ديروا مغرفه كبيره ديروها ممسوحه اذا كان الملح تاعكم يملح مليح. وضفت كيس تاع خميره كيميائيه، وبديت نلم في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. راح نلم العجينه تاعي نلمها كما راكم تشوفوا البنات. يعني هذا الكيلو نتاع الفرينه قعد لي منه غير شويه قليله، يعني قيس فنجال تاع الفرينه. يعني هذا المقادير نتاع البريوش دات لي يعني كيلو نتاع فرينه. كيما قلت لكم ناقص منه قيس فنجان اللي قعدت لي من هذه الفرينه. شوفوا البنات القوام تاع العجينه اللي رايحه نتحصل عليها، راح تجي بزاف هايله وخفيفه كما راكم تشوفوا، تجي روعه روعه. انا تعمدت نخلي العجينه تاعي طريه راهي تتلاصق في اليد. من الاحسن ومن انجح الوصفات نتاع البريوش تخليو العجينه تاعكم مطلوقه كما راكم تشوفوا البنات، تخليو العجينه تاعها تكون تتلاصق. المهم البنات، هنا حبيت نقترح عليكم. شفتوا البنات هذوك الليمون اللي يتباعوا تاع الالومنيوم، هذوك اللي يتباعوا اللي نديروا فيهم خبز الباي، نديروا فيهم البسبوسه هذوك الصغار. اذا كنتوا حابين ديروا هذا البريوش للتقديمات نتاع ولادكم تاع النجاحات، بالخصوص تاع السانكيام، ديروا هذوك ليمون نتاع كما قلت لكم تاع الالومنيوم هذوك الصغار، وديروا شكلوا البريوش تاعكم فيهم. شوفوا البنات، هنايا تحلوا العجينه، رايحين تحلوا العجينه ورايحين نطبعوها بهذاك الطابع، بالطابع نتاع الكاطو تاع الصابلي هذاك اللي يجي الحبه تاع شويه كبيره. شوفوا البنات، اذا حبيتوا ديروها كما قلت لكم في هذوك ليمون تاع يتروح لي الكلام تاع الالومنيوم. عليكم وديروا عليكم على هذاك الطابع يكون صغير تاع تاع الصابلي، عفوا نتاع الصابلي، وهو بصح يكون صغير صغير، يعني يجي الدائره تاعو صغيره. ولا هذاك هذوك لادوي تاع
نتاع كريمة الشونتي. هذوك العضوي نطبعوا بهم ويجوا دائرات اصغر، ونحطوهم في نشكلوهم وردة في هذوك ليمون اللي قلت لكم عليهم، هذوك تاع الالومنيوم، وراح يعطيو لكم واحد المنظر يجي بزاف رائع ويجي بزاف هايل. ومن بعد كي يطيبوا ديروا لهم الكونفيتور من الفوق، ولا ديروا لهم كريمه ولا كما حبيتوا. انا نفضل الكونفيتور، ونفضل كاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي، ديروهم ثاني من الفوق مع رشه تاع السكر كلاصي، وصدقوني راح نعطيكم واحد المنظر ما شاء الله. يعني هذا الفكره راح نديروها التقديمات نتاع 5 ايام كما قلت لكم، راح يجوكم بزاف هايلين. المهم حبيباتي، انا كنت طبعتهم عفوا بالمول هذا الدائري، وشوفوا البنات شكلتهم بهذه الطريقه. دارت لي هذيك السنيوه الدائريه، ودارت لي هذا السنيوه تاع المول الاسطوري هذه. بعد ما يطيب البريوش نتاعنا راح تشوفوا الطريقه اللي شكلت بها، يعني الطريقه تاع البريوش كيفاه جا ما شاء الله، جا كي نقول لكم البنات من اروع ما يكون. يعني هذه الانواع نتاع البريوش نتوما والافكار نتاعكم، ديروا ديما كي ديروا العجينه تاعكم، خليوا الافكار تاعكم هي اللي تحكم، وهي اللي تعطي لكم الافكار واش رايحين ديروا بالعجينه نتاعكم. حاولوا يعني تفكروا، حاولوا انكم تدخلوا طرق جديده في البريوش تاعكم، حاولوا تشكلوا انواع جديده، حاولوا راح يعطي لكم يعني نظره جديده وحاجه جديده، وراح يجيكم ثاني بزاف بزاف بنين وخفيف وقطني. شوفوا البنات، هذا السنيوه يعني جات الشكل تاعها على شكل ورده، شكلتها على شكل ورده كما راكم تشوفوا البنات. هنايا بعد ما طلع الخبز نتاعي او البريوش نتاعي، درت له صفار نتاع الحبه تاع البيض اللي كنت خففتها شويه بالحليب، ادهنتهم ودرت لهم كاوكاو ايفيلي. وشوفوا لي النتيجه البنات، هذه الخبزه الاولى طيبتها معكم، شوفوا كيف طابت وكيف جات محمره وجات ما شاء الله. دهنتها بالمعجون كما راكم تشوفوا او الكونفيتور، دهنتها من الفوق، وراح ندير لها رشه خفيفه نتاع السكر كلاصي باش تمد لنا هذيك اللمعه ويجينا بزاف هايل. واش راح نقول لكم البنات، يعني هذا الطرق نتاع او هذا طريقه نتاع تشكيل البريوش راح ترجع لكم. المهم انتوما تكونوا يعني تكونوا محضرين ارواحكم واش رايحين ديروا، وفي المخ نتاعكم يعني واش رايحين تشكلوا، واكيد رايحين تتحصلوا على اروع نتيجه. ما تهبوش وما تخافوش، اما هاد الانواع نتاع العجينه نتاع البريوش صدقوني البنات ما تخافوش منهم خلاص، غير تدخلوا للكوزينه ويجوكم هذوك الافكار وتشكلوهم وتديروا اروع نتيجه، وتتحصلوا كما قلت لكم على نتيجه بزاف هايله في هذه الانواع تاع البريوش. شوفوا البنات، هنا بعد ما زدت طابت لنا الخبيزه الثانيه، راني ندهن فيها بالكونفيتور او المعجون تاع المشماش، ندهنها بهذه الطريقه. وكيما قلت لكم البنات راح ندير لها هذيك الرشه تاع السكر كلاصي، راح تعطي لها واحد المنظر بزاف شباب. كملوا برك الفيديو حتى للأخير باش تكتشفوا المراحل كاملة وتشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها كيف جات. شوفوا لي البنات هذاك المنظر ما شاء الله، جات بزاف هايله، عطالها هذاك المنظر تاع الثلج. واش نقول لكم هذا هو البريوش تاعنا اللي درتو معاكم. كما قلت لكم هذا الانواع تاع البريوش راح يجيكم بزاف هايل ويجيكم بزاف بنين. وكما قلت لكم البنات هذه الوصفه اذا حبيتوا ديروها التقديمات يعني النجاحات تاع وليداتكم بالخصوص كما قلت لكم نتاع البيام، راح يجيكم بزاف هايل، يجيكم بزاف. كما قلت لكم عطيت لكم الاقتراحات اللي تحبوا ديروها فيهم، تحبوا ديروهم ثاني في هذوك لي مول تاع التارتولات ثاني راح يجيكم بزاف هايلين، شكلهم غير كوريات صغيره وسميهم بعضهم، راح نشكل لكم ثاني واحد الوريده يجيكم ما شاء الله. المهم البنات هذا هو البريوش نتاعكم، قسمت لكم حبيبه باش تشوفوها، راهي مورقه وراهي ما شاء الله بزاف هايله، خفيف واش نقول لكم البنات، راهو قطني ما شاء الله، جا من اروع ما يكون، فرجه ممتعه.